مساء الورد، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ صبوحة، يا رب تكونوا بخير. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسمي الله كده ونخش الفيديو ونقول لكم بقى هنعمل ايه النهاردة. صبوحة راجعة لكم بفيديو جديد وروتين جديد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. بصوا يا جماعة، ده روتين السوق. أنا لسه طالعة حالا من السوق. جبت معايا طماطم وخضرة سبانخ، وجبت سبانخ، وجبت بتنجان، وجبت بامية ويكا، ويعني بصوا دلعت كده المطبخ النهاردة. جبت شوية حاجات كده من السوق. هنرتب كده المطبخ مع بعض. بصوا هنا ده العلبة كنت حاطة فيها أكل لولادي بيروحوا فيها الحضانة، يعني بيروحوا بالعلبة دي الحضانة أو كذا علبة، هما 3 يعني بيروحوا بيها. تمام. ساعات بحط لهم اكل من البيت بدل ما كل يوم سندوتشات وفينو او جبنه او كده. ساعات بحط لهم من البيت مكرونه، بانيه، برجر، اي حاجه. المهم انه يكون في حاجه برضو من البيت مختلفه غير السندوتشات الفينو او سندوتشات المطعم او كده. بعمل لهم اكل من البيت. فهنا كانوا جم من الحضانه، والعلبة دي كانت بقى منها شوية مكرونة، بس الوقت بقى عشان الجو حر واخر اليوم خلاص انا مش محتاجاهم تاني، فرميتهم في الزبالة. وجبت كيس الزبالة وبجمع بقى اي زبالة قدامي عشان احطها في الزبالة، لان انا كنت لميت الزبالة من المطبخ ورميت الكيس نفسه، فما فيش عندي اي زبالة في المطبخ الحمد لله. فجبت كيس جديد وبلم فيه اي بقى زبالة هتقابلني وكده. دي علبة نظيفة، اصل هما كذا علبة اكيد، يعني العلب البلاستيك دي عندي منها كتير عشان البيت والتلاجة، وفي نفس الوقت بتنفع الاولاد في الحضانة. بحط لهم فيها اكل لو انا هحط لهم اكل من البيت. النهاردة بقى هنرتب المطبخ مع بعض، وهننظم المطبخ مع بعض، وهنلم الكركبة، ووريكم كده مشتريات السوق النهارده وانا بجيب اولادي من الحضانه. جبت معايا الطماطم، وجبت معايا السبانخ والخضره اللي هو الشبت والكزبره اللي هستخدمهم في السبانخ، وجبت معايا باميه ويكا، هنعمل النهارده باميه ويكا، وجبت معايا بتنجان، هنعمل بتنجان مخلل كده. انا اوريكم الحاجه وبرتب كده الرخامه عشان ابدا الاكل بتاعي، او ان انا اعمل الاكل على روقان. بحب ان انا انظم وارتب كده واروق المطبخ قبل ما ابدا الاكل. تمام. طيب بصوا هنا انا بلم كل حاجة حواليا. هنا بصوا الرخامة برضو بنشفها من المية، وهحط بقى الباسكت في الجردل بتاعه. بحط الكيس في الباسكت بتاع الزبالة. تمام، فهمتوا؟ قشطة قشطة يا صبوح. هنا كنت متلخبطه، غلطت يعني معاكم، بس عادي عادي بتحصل في احسن العائلات. المهم ان احنا كده جبنا باسكت الزباله، بحط فيه الكيس اللي انا هلم فيها زباله اليوم. وزي ما قلت لكم قبل كده، قبل ما تناموا ارموا الزباله، ما تخلوش اي حاجه في المطبخ. هنا هقفل الشباك كالعاده، بنساه، انا ببقى فاتحاه عشان بيهولي في الاوضه. وأوضة ايه؟ هو انا مالي النهارده؟ هو في ايه؟ بيهولي المطبخ من ريحه الاكل مع الشفاط وكده، فدايما ببقى سايباه مفتوح. بس ساعات بالنهار بقفله علشان الشمس بيدخل شمس، وفي نفس الوقت بحس ان هو مغير الاضاءه شويه. فلما لقيته في وشي قفلته. سامحوني بقى على اللخبطه، انا مش عارفه في ايه، عماله اتلخبط النهارده. عادي عادي يا جماعه، مفيش مشكله. طبعا الوش اللي الواحد فيه على مدار اليوم بيخلي الواحد يتوه، مش مهم. انا عارفه ان انتوا هتسامحوني. هنا بقى هبتدي بقى ان انا ده ايه؟ دي ايه يا ولاد؟ دي الباميه. الله على الباميه. طبعا الباميه الويكا بتبقى كبيره شويه عن الباميه بتاعه الطبيخ اللي بنعملها بالصلصه. انا هنا حطيتها في الطبق البلاستيك عشان نغسل الباميه، واكتشفت ان الميه كالعاده قطعت. عملتها فيا برضو، مع ان قبل ما ابدا تصوير كانت الميه شغاله، دلوقتي الميه قطعت. كنت المفروض ان انا بحطها هنا في الطبق البلاستيك ده عشان نغسل الباميه واسيبها تصفي وبعدين اقطعها معاكم، ولكن الميه لقيتها مش شغاله فصدمتني برضو. هنا ايه؟ ده البتنجان برضو، ده البتنجان اللي هنخلله مع بعض. انا بحب ان انا احط الحاجه كده في الاطباق واغسلها عشان تبقى جاهزه معايا على طول، وكنت ناويه اعمل معاكم كده، بس الميه بقى للاسف طلعت قطع. والمفروض ان انا كنت اغسل برضو المواعين دي معاكم، الميه عملتها فيا يا ولاد. فعلا موضوع ان المية تقطع باستمرار ده حاجة رخمة قوي قوي. هي النهاردة بالتحديد المية مش قطعة، كانوا بيقولوا وانا طالعة ان الموتور بايظ، وبعتوا خدوا 180 جنيه، والمية كانت شغالة. بعتوا خدوا 180 جنيه، واخدين بالكم؟ شقة واحدة بس 180 جنيه غير باقي الشقة حوالي يعني 24 شقة 26 شقة.
كتير. المهم ان جربوا شكل المية ولا ايه. لما قلت المية خلاص اشتغلت، عشان كده بدأت تصوير، وبعدين اتصدمت ان هي قفلت تاني. ممكن يكونوا لسه بيصلحوها او لسه بيظبطوا الموتور. المهم ان احنا هنستنى المية لما تيجي عشان اقدر ان انا اكمل معاكم الاكل في المطبخ. هنا دخلت على طول، قلت بقى انا كنت مطلعه البطاطين دي، روقت اوضه النوم وطلعت منها البطانيتين دول. انا كنت في الفيديو بتاع البطاطين اللي انا كنت غسلها معاكم قبل كده، انا غسلت معاكم بطانيه، وفي الفيديو قلت ان لسه في بطاطين تانية هتتغسل. انا طلعت البطانيتين دول البطانيتين اللي هيتغسلوا، وكمان السجادة بتاعت الطرقة دي اللي انا واقفة عليها برضو هتتغسل. فانا قلت اجمع حالي كده عشان اول المية ما تيجي ابتدي ان انا اعمل الاكل، وبعد ما اعمل الاكل بقى اقعد مع نفسي كده امسك البطاطين والسجادة دي اغسلها. لسه مستمرين في تنظيفات الشتاء، فربنا يعني يقويني كده ويقويكم. فقلت اجهز نفسي كده واشيل الحاجة دي عشان اول ما المية تيجي اغسل الحاجة. هنعمل اكل ايه بقى النهاردة يا صبوحة؟ انتوا شفتوا طبعا الخضار اللي انا جبته معايا. احنا هنعمل النهاردة بامية ويكا وبتنجان مخلل، يعني هناكل بالعيش، هنغمس بالعيش بامية ويكا. طبعا مش عاملة كمية قليلة، لو هعمل مثلا كمية قليلة بعمل معاها اي اكلة تانية، ولكن النهاردة انا هعمل كل كمية البامية اللي انا جبتها عشان تقضي. فقلت خلاص نقضيها النهاردة غموز يعني بالعيش، هناكل بالعيش. فجبت يعني بامية ويكا كتير. فالاكل هيكون بامية ويكا وبتنجان مخلل، حاجة كده تفتح النفس. الاكل اللي هو يعني الملوخية الخضراء مع بتنجان، البامية الويكا او البامية ممقوطة كده وعليها عصرة ليمون مع بتنجان مخلل، الاكل ده حلو قوي. شوية عدس مع برضو شوية بتنجان مخلل او اي حاجة، الحاجات دي بتفتح النفس قوي. فانا قلت وداعا النهاردة للطبيخ، مش عايزة اي حاجة بقوطة ولا بصلصة، ومش عايزة اي حاجة تكون كتير. الجو لسه حر، مش عارفة بعد ما جو طار شوية كده وحسينا بالشتاء شوية رجع بقى صيف تاني والجو حر جدا. فالنهاردة وداعا للطبيخ قلت هناكل النهاردة بامية ويكا كده، الله عليها بطشة الثوم، يا سلام يا سلام، وكمان عصرة ليمونة كده، الله الله. وناكل معاه شوية بتنجان مخلل كده ونغمس بالعيش. بألف هنا وشفا عليك يا صبوحة. استنوا الفيديو بقى للنهاية عشان تشوفوا صبوحة هتعمل اكل ايه النهاردة وتشوفوا طريقتي. طيب بالنسبة بقى للسبانخ والخضرة اللي انا كنت جايباها دي، انا هحضرها معاكم وهحطها يعني في التلاجة واشيلها تبقى جاهزة معايا على طبيخ بكرة. تمام. طيب تعالوا بقى نيجي لطريقتي في الاكل. انا جبت البامية الويكا، غسلتها كويس جدا ونشفتها او سبتها تصفي من المية، وبعدين بدأت ان انا اقطعها حلقات. طبعا احنا عارفين البامية الويكا بتتقطع حلقات. البامية اللي هي بالصلصة بتكون اصلا بامية صغيرة خالص، وبيتشال منها العنقود وبتفضل زي ما هي سليمة، او ممكن يعني نديها قطعة كده صغيرة من النص او سليمة لو هي صغيرة اوي. المهم ان انا كنت وضبت معايا البامية وخرطتها زي ما انتوا شفتوا وجهزتها وجاهزة معايا على الاكل. هنا انا بوريكم السبانخ. انا كنت بوريكم من الحتة الحمراء دي، احنا بنحب نخرطها عشان تفضل طعم وريحة السبانخ فيها. فجبت السبانخ وريتها لكم، وبعدين غسلتها غسلة حلوة قوي، سبتها تصفي وبدأت ان انا اخرطها. وزي ما انتوا شفتوا كده فيها الحتة الحمراء اللي احنا بنحبها دي، بتدي طعم حلو قوي للسبانخ، ما ترموهاش. احنا بس بنشيل منها الحتة اللي من فوق، وبعدين احنا بنقطعها يعني زي ما هي. كده انا جهزتها معايا لاكل بكرة. تمام يا صبوحة، قشطة. طيب انا بقى دلوقتي بجهز معاكم الثوم وبقشره، لان هستخدمه في السبانخ لبكرة، يبقى معايا الثوم جاهز، وهستخدمه في البتنجان المخلل بتاع النهاردة، وكمان البامية الويكا. يا رب بقى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. يلا بقى بينا يا حلوين نشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا شوربة غلت معايا، نزلت بالبامية المتقطعة جاهزة معايا ان هي تنزل في الشوربة. بعد غلوة واتنين بيبتدي يطلع عليها ريم، بنشيل الريم اللي بيبقى موجود على البامية ونسيبها بقى تستوي مع نفسها غلوتين، وبنوطي عليها تستوي على نار هادية. كده البامية اصلا سهلة ما بتاخدش وقت، 5 دقايق وبتكون اتعملت. ومعايا هنا توم مهروس مع الشطيطة كانت في الفريزر، طلعتها تفك مع التوابل والليمون. وهنا كان معايا البتنجان وضبطه وبعدين قطعته وغسلته وجهزته كده ان احنا نقليه ونعمله. هنا البامية بتاعتي نص سوا داخله على سوا، بوريها لكم. بص كده شكلها هنا كانت استوت تماما. وبعد ما استوت يا جماعه بشوكه، انا ما عنديش اللي هو المفراك الصعيدي ده بتاع الباميه الويكا للاسف، ما عنديش، هي بتكون احسن بيه طبعا، بس ما عنديش. فاتصرفت بشوكه كده واقعد اهرس الباميه لحد ما تبقى معايا يعني ايه مهروسه خالص. وبعدين هنا كنت بقلي البتنجان.
طلعت بقى البتنجان وزي ما احنا كده شايفين فتحته. بصوا يا جماعه انا عشان كنت بصور بايدي فما فتحتش قدامكم يعني البتنجان، وفي نفس الوقت انا ما بحبش ان انا افتحه قبل ما نقليه في الزيت، لانه القشره بتاعته بتتحرق وما بيكونش ليه طعم. كده لما بنقليه كده البتنجان بيكون معانا طري وطعمه حلو جدا. فانا بفتحه بعد القليه. ممكن بس نغرزه كده بالسكينه كده نغزه فاهمين انتوا، نغزه عشان بس ما يطرطش علينا او ان هو يطلع زيت في وشنا ولا يفرقع. بس بعد كده بقى طلعته فتحته بالمعلقه او بسكينه، وبعدين نزلت بالتتبيله كده في قلبه زي ما احنا شفنا الطريقه كانت جميله قوي وشكله حلو. هنا بقى التومه بتاعت الباميه معايا معلقه سمنه، وبعدين بنزل بيها بالثوم المهروس وهي داخله على سوا كده، او الثوم يكون لونه احمر بنزل بمعلقه هريسه، لان احنا بنحب الهريسه الشطه دي، او بنحب التومه بالهريسه على الباميه الويكه عشان احنا ما بنحبش الباميه الويكه لونها ابيض. شفتوا انتوا قبل ما ننزل بالدقه او بالطشه بتاعه الباميه كان لونها مبيض. في ناس بتحب التومه بيضه والباميه لونها ابيض، ولكن احنا بنحب نحط معلقه الهريسه دي ونحمر التوم قوي عشان يكون في لون حلو كده للباميه. احنا بنحب طعمها كده. طبعا كل واحد وليه طريقته، وكل واحد طبعا بيطبخ بالطريقه اللي بتعجبه او اللي بيحبها. وده كان الشكل النهائي للاكل بتاع النهارده، الباميه الويكه والبتنجان المخلل اللي يفتح النفس. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم، وما تنسوش اختكم صبوحه في الاشتراك لو انتوا لسه مش مشتركين، وكمان اللايك الحلو بتاعكم على الفيديو. وشكرا لكل اللي وصل معايا بالفيديو لحد هنا، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد وطبخه جديده، وشكرا لكم.